غفران بنت عندها 21 سنة من ولاية سونار في السودان. كانت شغالة كوافير في صالون تجميل، معروفة بجمالها الهادي وابتسامتها اللي بترسمها على وش كل زبونة. بنت مؤدبة جدا، محترمة ومن عيلة محترمة، بتجري على رزقها بعرق جبينها، وكان كل اللي يعرفها يشهد إنها من البنات اللي بيزرعوا البركة في المكان اللي بيقعدوا فيه. لكن في بداية سنة 2022 اتقدم لها شاب من نفس المنطقة، شاب اسمه عارف، أكبر منها ب3 سنين، وقتها كان باين عليه إنه بسيط متربي طيب وطموح. لكن الحقيقة اللي الناس اكتشفتها بعد كده إنه كان شخص فاشل عاطل، ملوش أي مستقبل ولا أي طموح ولا أي شغلة ثابتة حتى يعتمد عليها. وده اللي أهلها وغفران نفسها ما كانوش يعرفوه. غفران اتخطبت له رسمي، كانت شايفة في الأول إن غيرته الشديدة عليها ده دليل حب. كانت بتقول لنفسها إن ده الراجل بيحبني، الراجل مش بيطيق عليا نسمة الهوى الطايرة، راجل عايزني ليه ولوحده. لكن مع الوقت اتغيرت الصورة، ولقيت إن الغيرة دي مش حب خالص، الغيرة دي كانت مرض، هوس بامتلاك. كانت حاجة كده شبه الوسواس، كان بيغير من شغلها ومن نجاحها، من زباينها، حتى من طريقة كلامها مع الناس. وبعد 3 شهور من الخطوبة المشاكل بدأت تفتح أبوابها بين الطرفين، بقى يقلل منها ومن نجاحها ومن أي حاجة بتعملها. المشاكل بدأت من خناق ومن شتيمة، وقت كانت توصل إنه يمد إيده عليها. غفران ده كله كانت ساكتة ومخبية كل حاجة عن أهلها، خايفة إنهم يفسخوا الخطوبة. كانت بتقول لنفسها إنه ممكن يتغير، ممكن يتحسن، ممكن الظروف بس هي اللي مصر عليه، لكنها ما كانتش شايفة إنه عنده حب مرضي، حب كأنه أشبه بامتلاك روح. ومرت 2 على الخطوبة، لكن المشاكل بقت أكتر وأكتر، والتهديدات زادت ووصلت للتهديد بالقتل. وفي أكتوبر 2023 قررت غفران تخلص وتقطع آخر خيط كان رابطها بيه. وقتها اتجنن، بقى يبعت لها كلام كله تهديد، كله سم، كان غضب وأعمى. غفران ما صدقتش إن الشخص اللي فضلت معاه الوقت ده كله ممكن ينفذ التهديدات دي، علشان كده ما بلغتش حد من أهلها. يوم 6 رمضان اللي فات سنة 2024، الليلة اللي بدأت منها المصيبة، العيلة صحيت على السحور حوالي الساعة 1:30 بعد نص الليل. كلهم قاموا ما عدا غفران. ساعتها اتصدموا إن سريرها أصلا فاضي، مش بس فاضي، ده كأنها ما دخلتش الأوضة من أصله. ساعتها الدنيا اتشقلبت، ناس خرجت في الشوارع تدور، والموضوع اتحول لقضية رأي عام في سونار كلها. البلد كلها قامت على رجل واحدة، وعدت 8 أيام كاملة، 8 أيام عدت في خوف وتدوير ودعاء، لحد ما حصل اللي محدش توقعه. الجيران اشتكت إن في ريحة غريبة طالعة من بير الصرف الصحي عند عارف في البيت، وبلغوا شركة الصرف عشان يجوا يشفطوا المجاري. ولما العمال بدأوا ينزلوا الشفاطات قالوا إن في جسم غريب واقف ومانع السحب. واحد من العمال نزل يشوف ايه اللي قافل البير، ولما نزل شاف منظر رعبه خلاه يصرخ بعلو الصوت. فوق المية كانت جثة بنت طافية، الجثة كانت منتفخة ومشوهة بشكل مخيف. ولفت نظر العمال إن عارف واقف على الجنب بيدخن سيجارة، كأنه مش شايف جثة في بيته. اتصلوا الشرطة وجت على طول، ولما طلعوا الجثة لقوها ملفوفة في خيش ومربوطة بحجر كتير قوي عشان تغرق. وأول ما شالوا الخيش الحجر وقع، الجثة طلعت لفوق، وبدأت الريحة تنتشر في البيت كله. ومع أول نظرة اتعرفت الجثة، كانت غفران. وفي أقل من دقيقة اتقبض على عارف وبكل برود اعترف في التحقيقات إن أخته هي اللي كلمت غفران في يوم اختفائها وقالت لها تعالي ضروري. غفران راحت واتفاجئت إن عارف واقف وحاول يعتدي عليه غصب عنها، لكنها قاومته بكل قوتها. ولما ما قدرش عارف يكمل اللي في دماغه قتلها، لف سلسلة حديد على رقبتها وخنقها لحد ما ماتت. وبعد ما قتلها جاب سكينة
بدأ يقطع في جسمها، قطع أجزاء من صدرها وشوه مناطق حساسة في جسمها، كسر رجليها وإيديها. وبعد ما انتهى من كل ده لف جسمها في الخيش وربطها بالحجارة ورماها في بير الصرف الصحي عنده في البيت عشان تتحلل ومحدش يعرف يوصل لها. تقرير الطب الشرعي أكد إن الوفاة كانت بسبب الشنق بسلسلة حديد، وإن الجروح اللي في جسمها جاية من آلة حادة، وإن عندها كسور كتير. وأكدت التقارير إنها ما تعرضتش لاعتداء جنسي، وده كان دليل إنها ماتت وهي بتقاوم، وإنه فشل في اللي كان ناوي يعمله. وبعد ما القضية اتحولت لقضية رأي عام في كلية سونار واتجمعت كل الأدلة وتعرضت الاعترافات كاملة قدام النيابة، اتحددت جلسة في المحكمة. ومحكمة جنايات سونار أدانت الجريمة وشافت إن اللي حصل كان قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، لأن المتهم خطط واستدرج ونفذ. وكمان ثبت من خلال التحاليل إن عارف كان بيتعاطى مخدرات بكثافة، وإن حالته النفسية والسلوكية كانت خارجة عن السيطرة تماما. وبعد انتهاء الجلسات ونقاش الدفاع والاتهام صدر الحكم بالإعدام شنقا على عارف. في النهاية حابب أوصل رسالة مهمة، رسالة لازم كل بنت تفهمها وتحطها قدام عينيها. مفيش حاجة اسمها هيسكت ولا يتعدل، ولا دي لحظة انفعال أو مجرد غضب وقتي. أول ما يبقى فيه تهديد أو إهانة أو ضرب أو كلام يخوف لازم تتكلمي، وفورا لازم تلجئي لأهلك وما تخبيش حاجة عنهم مهما حصل، لأن السر اللي هتسكتي عنه النهاردة ممكن يبقى آخر حاجة في حياتك بكرة. ولو حد هددك أو حاول يأذيكي ما تتردديش لحظة إنك تبلغيه، لأن حياتك أهم من أي علاقة وأهم من كلام الناس. ولازم تعرفي إن مفيش راجل محترم يخلي البنت اللي بتحبها تخاف منه، والتصرفات اللي بيعملها هي اللي بتكشف، مش مجرد الكلام المعسول. خلي بالك من نفسك من أول خطوة قبل ما تنامي في آخر الطريق. وفي النهاية الله يرحم غفران ويصبر أهلها. وما تنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناة، تفعل جرس الإشعارات عشان يوصلك كل جديد من حكاية نوع. ولحد هنا سلام.